السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا صباح الجمال، يا صباح التفاؤل، يا صباح الامل، يا صباح الرزق، يا صباح المغفره، يا صباح كل حاجه حلوه على عيونكم اللي زي العسل. النهارده بقى يوم جديد وروتين جديد. بس قبل ما نشوف الفيديو بتاعنا، يا ريت لو انت اول مره تتفرج عليا واول مره تشوف فيديوهاتي ما تنسيش تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وكمان حطي لايك للفيديو وسيبي كمان كومنت لاختك حبيبتك ام جنى. تمام، خلاص بدأنا بقى في روتينات العيد او في تنظيفات العيد. اول حاجه هشيل بقى فرش الكنب اللي انا كنت قاعده عليه. عايزه اقول لكم فرش الكنب ده هو نظيف مش وسخ، بس لازم يغسله عشان ده اللي احنا اتعودنا عليه. حتى لو انت لسه مثلا فرشه الفرش لازم يتغسل عشان تحسي ان في عيد وفي فرحه كده. تمام، انتوا شايفينه على الكنب اللي هو الاصفر ده بقاله 10 سنين، يعني شوفي تقولي اكنه لسه جديد واكتر كمان من 10 سنين. تمام، شلت بقى كده الكنب وادخله بقى الاوضه. بصوا يا حلوين، العشر ايام دول ربنا بيرفع فيهم الاعمال جدا جدا، وبيستجيب لدعاء وبيستجيب للامنيه وبيستجيب لحاجات حلوه كتير. يعني انا كنت بتفرج على شيخ النهارده ولقيته مثلا بيتكلم يعني على الصيام والحاجات دي وعن الصلاه. فواحده يعني بتساله كده بتقول له لو انا مثلا مش قادره اصوم، لازم اصوم العشر ايام يعني ربنا فرضها، طب اعمل ايه؟ قام راح قال لها خلاص انا هرد عليكي على الجواب ده. فرد عليها قال لها هو مش شرط ان انت تصومي العشر ايام، بس احسن حاجه ربنا بيستجيب لها، او مثلا ربنا بيفضل العشر ايام دول اللي هم بتوع ذي الحجه غير بتوع العشر ايام بتوع ايه اخر رمضان. تمام، فردت واحده تانية تقول له طب انا ست كبيره فمش هقدر اصوم العشر ايام، اعمل ايه؟ قال لها بصي انت ممكن تصومي يوم ويوم، ممكن تصومي مثلا كل 3 ايام، ممكن تصومي كمان اثنين وخميس، وممكن تصومي كمان يوم عرفه. ردت قالت له يعني الحسنات اللي كنت هاخدها في العشر ايام دول هاخدها في يوم عرفه؟ قال لها بس يعني إيه الاحسن كان الواحده ايه لو لها ان هي صحه وعندها يعني قدره ان هي تصوم العشر ايام عادي بتصومها. تمام، عايزه اقول لكم ده تالت يوم، تالت يوم اللي هو تالت يوم ذي الحجه. انا اول يوم وتاني يوم ما صمتهمش، فجربت ان انا اصوم بقى بصراحه تالت يوم. انا عايزه اقول لكم ان انا كل شويه ابص للساعه، الساعه ما بتمشيش، وما بتيجي تمشي بتمشي بالعافيه. فانا عايزه اقول لكم ان انا لحد كده العصر انا فرهطت مش قادره اكمل اليوم. دخلت على جوجل عشان خاطري اعرف يعني المغرب بيدن امتى، لقيته تصدقوا لقيته بيدن كام؟ الساعه 8 ودقيقه. يا نهار ابيض، الساعه 8 ودقيقه! فيعني لو انا هكمل اليوم ده بالعافيه. تمام، كنست بقى الصاله وبدات ان انا اجيب الحسر بقى وافرشها كده على بعض، وجبت بقى الحافظه. في ناس هتقول لي يا ام جنى اكيد الحافظه نظيفه وما فيهاش زباله وما فيهاش حاجه ان انت تغسليها. هي بصراحه نظيفه وما فيهاش اي حاجه، بس بصراحه قلت ما دام هغسل اغسلها ايه بالمره. في ناس ممكن تقول لي طب انت ما غسلتيش السجاد ليه تطلعي يا وصورتيه؟ رب كده عايزه اقول لكم مبروك ان انا غسلت الخاطر. السجاد هنا فما بقى كنت صورتوش، بوريكم كده ووريتكم البيبان كده من حاطه بين كده البيبان من خيشه تحت او كده حاطه قماشه حته او قماشه فوطه فوطه اي من بين حاجه البيبان، عشان لان لو ما خاطر الميه ما حطيتهاش هلاقي الميه تخشليش كلها جوه اتوزعت في الاوضه. قلب الاوضه. تمام، جيت هنا بقى بقى كده شويه بعد ما ميه حطيت وجبت بقى الجردل الحصر بتاعنا وحطيت عليها عادي الحفظ. خالص بتاع زمان اللي الناس كلها كانت بتستعمله، وحطيت شويه من الاوكسي، وحطيت كمان شويه من الصابون السائل، وعندي كمان الخرطوم سهل عليا جدا جدا. بدات بقى ان انا كده ارش على الحافظه بقى كلها الميه دي. وكمان عندي بقى ايه هنشجع مع بعض بقى الفرشه العاديه، فرشه امهاتنا. الفرشه دي هنمسكها بس كده من فوق، هتلاقي لها ايد كده، ونمسكها وندعك. ولازم عشان تدعكي كويس وتكوني ممتلكه وانت بتدعكي اقعدي على ركبك ودعكي، بلاش ان انت تقفي، مش هتعرفي ان انت تنضفيها كويس عشان يطلع الغسيل من تحت ايدك نظيف وكمان ما فيهوش وساخه. لازم تقعدي وتمتلكي ان انت ايه وانت بتغسليه. تمام، بدات بقى ان انا كده ادعك. عايزه اقول لكم هي نظيفه يا دوب، بس ايه بمشي الفرشه عليها حتى لو فيها حاجه مثلا مانيش شايفاها فالفرشه هتنضفها اكتر. تمام، انتوا ملاحظين يا حلوين حاجه كل شويه بقول ايه وانا بعمل لكم الفيديو؟ تمام تمام. بعد بقى كده ما غسلتها جبت بقى الخرطوم وبدات ان انا ايه اشطب بيه الحافظه بتاعتي. عايزه اقول لكم هي حلوه جدا جدا بصراحه. انا شلتها، انا كنت فرشاها يومين بس في العيد، اول يوم وتاني يوم عشان اخواتي هيجوا، وبعد كده شلتها.
تمام. وحطيتها في كيس، بحطها في كيس عشان تفضل ايه مفيش تراب ولا في اي حاجه تخش لها. بعد كده ما غسلتها بقى، كل ما بلم بقوم راح شطفها بالخرطوم، كل ما الم اقوم شطفها من الخرطوم. الحمام تتصفى، وبدات بقى ان انا اجيب الخرطوم عشان خاطر بقى نبتدي شغل في الحصر. تمام. عايزه اقول لكم هي الحصر بصراحه ما كانتش نظيفه نهائي، كانت اخواتي هنا واولادهم وكده واتبهدلت، قلت خلاص انا هركنها على جنب لحد ما يجي ايام العيد، قبل العيد ان شاء الله هبتدي ان انا ايه اغسلها، مش عايزه اغسلها وارجع تاني افرشها فهتوسخ، فانا ايه اغسلها كده قبل العيد بيومين 3. هنا بقى جبت الجردل وحطيت الاريال وكمان الصابون. بلاش، في ناس ممكن تقول نحط كلور، اوعي تحطي الكلور هتبوظي الحصيره وتغيري لونها. بدات بقى اجيب الفرشه وبدات ان انا ادعك بقى في الحصر. الحته اللي بلاقيها مثلا فيها اي حاجه ببتدي ان انا اشيلها بصباعي، لو ما شلتش بصباعك ممكن تجيبي بوز السكينه وتشيلها بيها. اكتر حاجه بقى بتضايقني وانا بغسل الحصر ان انت تحط الميه من هنا ما تلاقيش الحصر فيها ميه، اكن اصلا ما طلعهاش ميه، ما اعرفش ليه الحصر بتبقى كده. قمت رايحه بقى اخر ما زيت جبت الخرطوم وشغلت الميه، والحته اللي احط فيها مثلا الخرطوم ادعكها. تمام، لان لو ما فيهاش ميه مش هعرف ادعكها. بعد كده بعد ما خلاص انا غسلتها هبتدي ان انا اقلبها برضو على الوش التاني، يعني اكيد ما دام غسلناها على الوش ده هقلبها على الوش التاني. رحت طفيت الميه عشان برضو الميه خساره، لا ده هنا رحت عارفين رحت عملت ايه، هنا رحت شغلت الموتور لقيت الميه ضعيفه وكده، فقمت رايحه ايه مشغله الموتور. في الوقت ده بصراحه ما صورتش وانا بقلب الحصيره، عشان كده بدات ان انا الحته اللي بتنيها بقوم رايحه اقطع لها ميه. تمام اهو. خلاص كده اول حصيره خلصت معانا اللي هي بحطها في اوضه الاطفال. خلاص كده تمام. ابتدي اجيب برضو الحصيره الصغيره غسلتها بس ما صورتهاش معاكم، يعني بجيب المفيد اللي الناس مثلا ما تزهقش منه، الحاجه اللي ان انت تحبي تتفرجي عليه. طب انا غسلت حصيره اهي مثلا، هروح اغسل برضو نفس الحصيره؟ لا. فغسلتها وقمت رايحه برضو ركناها على جنب. جبت بقى شويه الاريال برضو تاني وجبت الصابون وبدات برضو ادعك في الحصيره دي. الحصيره دي اكتر حصيره اتدهولت من العيال بمعنى اصح. اقول لك كمان الحته اللي بلاقي مثلا فيها بقعه او فيها وساخه ما تنضفش بفضل امسك الفرشه رايح جاي فيها كده واحط شويه اريال وافضل ادعك ايه فيها. خلاص بقى كده انا خلصتها. في ناس هتقول لي انت بتغسلي وخلاص او ما بتنضفيش وبتغسلي بسرعه، دي بيتهيأ لكم، لان لما باجي اعمل مونتاج عايزه اقول لكم ان الفيديو ده كان جايب 40 دقيقه عم صفصف كده وقصيته وظبطته ومش عارف ايه، ظبطت الفيديو وعملت له بقى المونتاج والحاجات دي، صفصف على كام، على 15 دقيقه. خلصت كده الوش الاول من الحصيره، هقلبها برضو على الوش التاني وهعمل برضو ايه نفس النظام اللي انا عملته في الوش الاولاني. والله الشغل ما بيخسس، قومي تشجعي وقومي تنشطي وقومي خلي عندك طاقه، اوعي تقعدي كده والعيد داخل عليك وتسيبي الحته وحشه والحته زله والحته وسخه، مش هتحسي بعيد. قومي كده تشجعي وتنشطي، وقومي كده شوفي اللي وراكي. حتى لو انت مثلا هتعملي في اليوم اوضه اي يعني ما فيش مشكله، اعمل اوضه في اليوم وانضفها واخليها على سنجة 10 احسن ما اعمل 3 اوض ولا 4 اوض في يوم واحد وما تكونش نضيفه. تمام. قومي كده لو انت بتتفرجي عليا ما تشجعتيش، انا بقول لك قومي تشجعي كده وتنشطي، قومي اتفرجي على حاجه بتحبيها، قومي اتفرجي على شغل بتحبيه، قومي تسمعي اغنيه انت بتحبي تسمعيها، قومي شوفي اي حاجه وراكي، المهم ان انت تقومي وما تقعديش كده. خلصت الحصيره اللي هي الكبيره، بدات في الحصيره ايه التانية. تمام اهو. شايفين بقى إيه، عايزه اقول لكم الحصيره دي برده كانت نظيفه وما كانتش وسخه، بس كل اللي فيها ايه تراب بس، يا دوب بس ان انا ايه بدعكها وبشيل التراب من عليها. هنا بقى حطيت شويه اريال وشويه من الصابون السائل وبدات ان انا ادعك. عايزه اقول لكم الصابون السائل بينضف جدا جدا جدا. هنا بقى بدات ان انا اغسل. عايزه اقول لكم في اخر حاجه انا بعملها انا اهو في الحصيره، ان انا وانا بقى هتضحكوا وانا بدعك، فانا خلاص يعني ما كنتش قادره، كنت خلاص انا هناك، وكان لسه الموكيت اللي هي قدام الشقه والموكيته اللي في المطبخ كانت لسه ما اتغسلتش، قمت رايحه واقعه، وقام راح الرينج لايت وقع والموبايل وقع، وقلت استر يا رب الموبايل يا رب ما يكون جه على ميه، والحمد لله ايه ربنا سترها. هنا بقى كان الوقت ده الرينج لايت وقع، وبعد ما وقع طير لي الفرشه،
الصغيره. قعدت ادور عليها ما لقيتهاش، فقمت رايحه جايبه الفرشه ايه الطويله. تمام، ودعكتها. عايزه اقول لكم برده ان انا خلصت بقى، يعتبر خلصت كده جزء كله ما عدا ربع جزء اللي هو الموكيت. هنغسله برده مع بعض. هنا بقى كنت ماسكه الموبايل بايد وماسكه ايه الخرطوم بايدها، حتى هتحسوا كده وانا عماله اشطف الموبايل كل شويه يتحرك. في الوقت ده زي ما انا بقول لكم الرينج لايت وقع، وفي جزء من الرينج لايت اتكسر، فمش هينفع الموبايل يثبت عليه. هنا بعد ما خلصت بقى الحصر هسكت على كده؟ طب ما انت ايه، هقوم رايحه جايبه ايه بقى، هجيب المساحه وامسح بقى التراب وامسح الحاجات دي عشان برضو اغسل دول كده ما يكونش فيه تراب. في ناس هتقول لي طب ما انت يا ام جانا كنت تغسليهم وبعد كده امسحي بالمساحه، فقلت لا، ايه بالمره بدل معايا ايه الخرطوم فبينجز اكتر وكده، فبيسهل عليا ان انا اعمل الحاجات دي. هنا بقى قمت رايحه جايبه الخرطوم وشغلت الميه، وبدات بقى ان انا اغسل، احط كده على الموكيت ميه بقى، اغرقها كده كلها بالميه. ونفس النظام برضو هعمله على الموكيت ايه الصغير. تمام. خلصت بقى كده، قمت رايحه جايبه شويه الاوكسي وحطيتهم كده على ايه على وش الموكيته، وابتدي ان انا اجيب بقى ايه الفرشه. هبتدي برضو ان انا بقى اغسلها، دي برضو هغسلها غسله محترمه. اكتر حاجه كمان ان الموكيته دي مهما احط ميه الميه تفضل فيها، مش ان هي ايه هتطرد الميه زي الحصر، لا. بدات بقى ان انا اغسل كل حته فيها. زي ما انا بقول لكم يا جماعه، الناس اللي مثلا هتقول هي بتغسل بسرعه، لا والله انا بغسل بالراحه خالص وبدعك جامد، بس انا بسرع الفيديو. خلاص بقى كده جبت بقى الموكيته التانية اللي بحطها بقى في المطبخ، وبدات ان انا بقى ايه برضه احط فيها كده شويه الاريال، والصغيره نفس النظام. تمام. كانت اخر حاجتين اللي هي المشيتين الصغيرين دول كنت جبت اخري، كنت فصلت. حتى لاحظوا كده كل شويه اغسل في حته واقوم رايحه قاعده اغسل حته لحد ايه ما روحي ترجع تاني. تمام. خلصتها بقى كده، بعد ما غسلتهم هروح اجيب بقى كده الخرطوم بقى ونشطفهم ايه مع بعض. وعايزه اقول لكم ان انا غسلت كمان الظهر من تحت، فما صورتوش. زي ما انا بقول لكم انا بجيب بس ايه الحتت المهمه. وحتى وانا بتنيها زي ما انتم شايفين كده، اقوم رايحه ماسكه الفرشه ودعكاها الحته ايه اللي بتنيها، اقوم رايحه غسلاها ايه دعكاها كده ايه من تحت. تمام اهو زي ما انتم شايفين كده. مفيش اسهل من النظافه، ومش اسهل من انت كده تحط ايدك في الحاجه وتفضل محافظه على شكلها وعلى دعكتها. وكل حته اقوم رايحه ماسكاها بالفرشه من تحت اهو اهو، واقوم رايحه دعكاها واجيب الخرطوم واشطفها بيه المشيات كلها الصغيره. وبدات بقى ان انا ادعكها زي ما انتم شايفين. هركنها بقى على جنب واجيب اول واحده احنا غسلناها بقى مع بعض. انا سبت بصراحه فيها الاريال، قلت عشان لو فيها اي حاجه الاريال ايه ياكلها. المشايه. وبدات بقى الجزء اللي انا برشه بالخرطوم بالميه ببتدي ان انا ايه اتنيه. ولو لقيت مثلا حته في الاول ما شفتهاش بقوم رايحه جايبه الفرشه برده ورشه عليها. تمام. هجيب بقى كده الجرد الاحمر وابتدي ان انا اقلبه كده على وشه واشطفه، وابتدي ان انا احط بقى فيه ايه الموكيت واسيبه بقى لحد ايه ما يتصفى. وبعد ما يتصفى خالص هو والحصر هقوم رايحه عامله ايه بقى، هقوم رايحه بقى البلكونه واقوم رايحه نشرها. عايزه اقول لكم كمان اليوم ده انا مسكت الجردل وشويه ايه وكبيت في البلكونه وعلى الحبال وعلى الحديد عشان لما اجي انشر الحاجه تكون نظيفه. لان لو ما عملتش الحركه دي وانا بشيل الحصر هلاقي مكان ما كنت حاطه على الحديد معلم. خلصت بقى كده خالص، خلصت وخلصت يعني بمعنى اصح المساحه. وبدات بقى ان انا اشيل الميه اللي هي كلها تراب وكلها زباله ووساخه وكده. وبعد كده بقى قمت رايحه جايبه الخرطوم وبرده شطفتها كمان شطفه. هجيب بقى خيشه، عندك خيشه قماشه فوطه اي حاجه عندك بتستخدميها تمسحي بيها، قمت رايحه جايباها كده ومسحه بقى ايه البلاط. انا الشفو يعني ايه بمعنى اصح الصاله. وكمان حطيت الكنب وحطيت برده اللينه بتاعه الكنب، ودي شكل الصاله. اليوم ده بقى عايزه اقول لكم ان انا ما طبقها اليوم ده زي ما انا بقول لكم كده في نص الفيديو ان انا ما طبختش. جبت حق تونه وكلناها انا وبنتي والحمد لله. كان في عندي فيديو من زمان بتهيألي كان في نص رمضان او في اخر رمضان، فما كنتش مصوراه لكم، قصدي ما كنتش منزلاه. فبصراحه لما كنت عماله افر كده في الموبايل في الاستوديو لقيت الفيديو ده، قلت له تعالى. كنت بقول هنزل الفيديو كده بس وخلاص. فبصراحه قمت رايحه جايبه ده. كنت عامله فراخ مشويه متبلاها، عملتها معاكم قبل كده. شايفين شكل الفراخ؟ عايزه اقول لكم الشارع كله كان ماشي عمال يشم، والا ريحه الدخانه بتاع الفحم. كان يوم حلو جدا وكان يوم جميل، احسن ما انت تروحي تجيبها من بره. كفايه النظافه، كفايه انت غسلاها، وكفايه التتبيله، وكفايه الشغل الجامد اللي انت خدماه في الفراخ ده.
تمام. كل ما بلاقيها احمرت من تحت بقلبها على الوش التاني. وكمان عملت كمان ايه، رز بسمتي. شايفين بقى الجمال، شايفين الفخامه. وعملت كمان شويه طحينه وكمان شويه سلطه اللي هي بتاعت ايه الحياتي. شايفين بقى، بامانه ربنا بذمتكم كده، لو كنتوا قبل ما انا اقول لكم الفيديو ده او قبل ما اقول لكم الفراخ دي انا شويها في البيت، انتوا كنتوا هتعرفوا ان انا شويها في البيت؟ لا والله ما كنتش هتعرفوا، كنتوا هتعرفوا ان انا جايباها ايه، من بره. وكمان هوريها لكم كمان ان هي مستويه. الصدر اللي الناس كلها بتخاف منه وبتشتكي منه بيكون كله دم. شايفين فتحتها ازاي؟ عايزه اقول لكم عسل 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 كهرمان كده. قمت رايحه قايله لاختي لا افتحي كمان حته من دي عشان يتاكدوا من الحاجه في البيت لها نفس وطعم غير بره بكتير واختلاف غير بره بكتير. شايفين الجمال، شايفين الفراخ الصدر اللي الناس كلها بتخاف منه، شايفين الكهرمان والعسل والسكر. بجد بجد تسلم ايدك يا ام جنى، احسن شيف من الدنيا. بس الناس ايه، الناس مش عارفه غايبه عنك فين، ما همش شايفينك ولا ايه. وكمان هجيب الورك وهبتدي برضو افتحه كده من عند العظم برضو عشان اوريه لكم اكتر ان هو مستوي ولا فيه دم ولا فيه اي حاجه. هنا اختي كانت ماسكه اصلا ورك بالعافيه عشان سخن جدا. دي كان فيديو النهارده وكان روتين النهارده وكان تنظيفه العيد او اول تنظيفات العيد. يا رب يكون عجبكم كمان. وعايزه اقول لكم كمان دمتم في رعايه الله وحفظ الله. وكمان نسيت اقول لكم اهم حاجه، كل سنه وانتم طيبين.